ونستحضر قول الله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالأيام دول، والثورة موجات وموجات، حتى وإن انتصرت الثورة المضادة بقيادة عبد الفتاح السيسي الخائن للصهاينة، فإن الشعب المصري بإذن الله تعالى على طريق الحق سائر، وإن مصر بإذن الله سبحانه وتعالى ولن تضيع ولن تذهب أدراج الرياح كما يظن هؤلاء المتجبرون المتغطرسون، بل نبشرهم بأن كيانهم الصهيوني الذين يرتكزون عليه هو أيضا إلى زوال. نقول لهؤلاء جميعا: إن كان الصهاينة معكم فإن الله معنا، إن كانت أمريكا معكم فإن الله معنا، إن استحضرتم قوة البشر فنحن نستعين بالله سبحانه وتعالى عليكم. إن مصر التي صنعت الأمجاد وصنعت الانتصارات عبر التاريخ ورآها العالم أجمع في ثورة يناير وفي ميدان رابعة العدوية وما تلاه من مظاهرات واحتجاجات، وما قدمه الشعب المصري من شهداء لهو دليل بأن الشعب المصري شعب معطاء يقدم ويضحي. لا شك أن الموجة الإجرامية من الحكم العسكري موجة طاغية ظالمة، ولكننا نستحضر قول الله سبحانه وتعالى، نستحضر قول الله سبحانه وتعالى عن الظالمين بأن الله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك أخذ ربك القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم، إن الظالم تغره قوته، ونحن نقول له: إن غرتك قوتك فإن الله سبحانه وتعالى معيننا وناصرنا، ولنا أن نرى في صمود إخواننا خلف الأسوار، أن نرى في ذلك أسوة ومثلا، وفي مقدمتهم الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي الذي ثبت ل6 سنوات صابرا محتسبا رغم السجن الانفرادي ورغم منع الزيارات والدواء. أرادوا له أن ينكسر، أرادوا له أن يذل أو أن يلين، ولكنه رفض ذلك وأراد أن يلقنهم درسا وأن يعطي للأجيال القادمة درسا بأن آباءهم كانوا رجالا لا يقبلون الضيم ولا ينزلون عند رأي الفسدة. أراد أن يعطيهم درس بذلك بأن آباءهم كانوا رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فصدق الرئيس الشهيد ربه، فصدقه ربه فمات واقفا على قدميه رغم ما تعرض له من أبشع ألوان الشدة وأنواع العذاب. ولكن الله سبحانه وتعالى القادر المنتصر نصره: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أناشد الشعب المصري العظيم الذي ثار في ثورة 25 من يناير: لا يمكن لمصر أن تكون تابع للصهاينة، مصر لا بد لها أن تكون مصر صلاح الدين الأيوبي، مصر سيف الدين قطز، مصر محمد مرسي رحمه الله. هذه هي النماذج التي ينبغي عليها أن نعمل ولها أن نسير، وستعيش مصر حرة وستنتصر بإذن الله. ونشكر الرئيس الطيب أردوغان ونشكر الشعب التركي الذي وقف معنا وأيدنا وناصرنا، ونشكر كل أحرار العالم. اليوم أيها الإخوة الكرام الجمعة 16 أغسطس
ذكرى مذبحة رمسيس في القاهرة، ذكرى مذبحة سيدي جابر وسموحة بالإسكندرية، ذكرى مذبحة السويس. مذابح متكررة تلو بعضها بعد مذابح الأربعاء الماضي 14 أغسطس 2013 مذبحة رابعة والنهضة، أكبر وأفجع مذبحة في تاريخ مصر الحديث من هذه الفئة الملعونة في هذه الأرض. قام بها فئة ضالة ممن يسمون رجال الجيش ورجال الشرطة تحت قيادة عبد الفتاح السيسي ومحمد إبراهيم برئاسة رجل من رجال القضاء الذي ضيع مصر، القضاء الذي قضى على كل شيء في مصر، الذي وافق على هدم دستور مصر الذي اختاره شعب مصر بنسبة الثلثين منه. الرئيس القاضي الذي حضر الجلسة التي قال فيها السيسي تعطيل العمل بالدستور استوجب تطبيق القانون المصري عليه، واستوجب حكم الإعدام بالقانون المصري، وسيحاكم يوما ما هو وكل هذه الفئة الضالة من القضاة والعسكر من الجيش أو من الشرطة. هاجموا هذه الهجمة الشرسة في 14 أغسطس على أناس عزل من كل شيء، فقط قاموا ليقولوا لا، نحن الذين اخترنا ويجب أن تحترم إرادتنا. لهذا قتلوا، ولهذا شردوا، ولهذا طوردوا، ولهذا اعتقلوا، لأنهم يريدون الحرية، الحرية لكل مصر، الحرية لكل المصريين. لذلك فقط تم تشريدهم وقتلهم بالآلاف وسجنهم بعشرات الآلاف. إذا كان في السجن الآن 60,000، فالذين مروا على السجون منذ 3 يوليو 2013 حتى الآن أكثر من 200,000، وقد يصل إلى 250,000. أنا لا أعرف كيف تكون هذه دولة وليس عندها إحصائيات بكل من تم القبض عليه بتاريخ كذا وتاريخ كذا، وكل من تم اعتقاله، وكل من تم الإفراج عنه، وكل من تم قتله داخل السجن. كيف لا يكون هناك إحصائيات؟ إنهم يخفونها خوفا من بطشة الشعب المصري. الشعب المصري ضلل في 30/6، ضلل ويجب أن نعترف بذلك. الشعب المصري الآن ارتفع وعيه إلى القمة. تخيلوا، هل يتخيل أحد من هؤلاء الحثالة جيش مصر الذين قاموا بانقلاب 3/7/2013 أن يفكر مرة أخرى في انقلاب عسكري؟ سوف يتصدى له شعب مصر بأكمله. لقد ارتفع مستوى شعب مصر من الوعي حتى أصبح مثل شعب تركيا الذي عاصر 5 انقلابات عسكرية، وشعب مصر لم يرى إلا هذا الانقلاب والذي قبله ب60 سنة من 52. ارتفع وعيه إلى القمة، لن يستطيع أحد أن يلعب به مرة أخرى، أن ينقلب على حكمه مرة أخرى الذي اختاره بإرادة حرة شهد لها العالم أجمع، واختار فيها السيد الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي أول رئيس منتخب لمصر الذي لم يرضى عنه الانقلاب، فقتله واغتاله أمام العالم أجمع. هل تحرك العالم؟ هل ثار أحد لدماء الرئيس مرسي؟ والله لن نتركها هدرا أبدا، لا الرئيس محمد مرسي ولا شهداء الثورة منذ 25 يناير إلى يومنا هذا، إلى أن ينقضي هذا الانقلاب. لن نترك هذه الدماء أبدا، وسوف يأتي اليوم الذي يقتص فيه شعب مصر لهذه الدماء المهدرة على أيدي هؤلاء العسكر السفلة الذين أهدروا كل شيء في مصر، كل القيم في مصر. وأقول للشباب: إياكم أن تيأسوا أيها الشباب، أو تظنوا أن الأمر قد طال 6 سنوات أو ما إلى ذلك. انظروا إلى أسلافكم، لقد دخل التتار بغداد وأحالوا نهر دجلة إلى دماء كان لونه أحمر، حتى ظن المسلمون الباقون الناجون من القتل أن الإسلام قد انتهى. 2 فقط، 2 قام المصريون هنا، المصريون في مصر 1258 بالقضاء على هولاكو وجيش هولاكو وجيش جنكيز خان وكل جيش التتار فر أمامهم جريا. أمام مين؟ أمام المصريين. هؤلاء المصريين الذين سمعوا بمذابح هولاكو في بغداد وفي دمشق وما فعل والأفعيل التي فعلها في كل هذه المناطق تجهزوا وتصدروا المشهد وقاموا لمقاومة هؤلاء
وهزموهم شر هزيمة في عين جالوت. هؤلاء هم المصريين الذين نعرفهم، هؤلاء هم المصريين الذين هم الآن ينتظرون هذه اللحظة. نعم، هناك تخويف، هناك إرهاب من العسكر، هناك استخدام لأسلحة مدمرة جاءت بأموال المصريين للدفاع عن المصريين، يهاجم بها الآن المصريون مع شديد الأسف والألم والحسرة. إخواني الكرام، إذا كنا الآن في ذكرى السادسة لمذبحة رابعة، أشد وأقصى مذبحة شهدها المصريون في العصر الحديث، فإننا بإذن الله تعالى نتجهز إلى أن يثور هذا الشعب بأكمله بكل طوائفه، كما خرج لقتال هولاكو من قبل سوف يخرج لقتال السيسي ومن معه بثورة عارمة تستعيد لكل ذكريات ثورة 25 يناير وتسترد حق الشهداء وحق المصابين والجرحى وحق المعتقلين والمطاردين والمهاجرين وكل من أصيب من هذا الانقلاب. يسألونك متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. رابعة ليست مجرد يوم، إنما رابعة تسجل مواقف كثيرة جدا وأحداث كثيرة جدا عاشها الشعب المصري على وجه الخصوص، وتعيشها الأمة العربية والإسلامية بوجه عام. رابعة سجل حافل بالدماء، تحديدا من بداية 25 يناير مرورا بتلك الدماء التي سالت في شوارع ومحافظات ومدن مصر، وكل الدماء التي سالت في السجون والزنازين، وأخيرا وليس آخرا دم الرئيس الشهيد محمد مرسي رحمه الله تعالى. رابعة سجل حافل بالخيانة والخسة والندالة. تمثلت هذه الخيانة في كل مؤسسات وأركان الدولة المصرية، وللأسف الشديد أقولها وأنا في غاية الأسف، وأنا ابن هذه المؤسسة العريقة الأزهر الشريف. شارك الأزهر الشريف في تلك الخيانة متمثلا في شيخه أحمد الطيب. نعم، قلناها في رابعة وقلناها في جميع برامجنا وقنواتنا، وها نحن نسجلها للعام السادس على التوالي، وسنظل نسجلها حتى نلقى الله بها. يا فضيلة الدكتور أحمد الطيب، أولى بك أن تلقى الله سبحانه وتعالى تائبا نادما معتذرا عن المشاركة في هذه الندالة وفي هذه الخيانة، وإلا ستلقى الله سبحانه وتعالى بكل هذه الدماء. كل هذه الدماء التي سالت عندما كنت شيخا للأزهر في عهد حسني مبارك، وعندما كنت شيخا وأنت لا زلت شيخا للأزهر في عهد العسكر في عهد عبد الفتاح السيسي. نقولها لك مذكرين لله عز وجل، أولى بك أن تلقى الله تعالى تائبا نادما معتذرا عن المشاركة في هذه الدماء التي سالت في شوارع مصر، وخاصة في داخل الحرم الجامعي الأزهري وفي أمام جامعة الأزهر. دماء كثيرة من أبناء مصر، شباب وفتيات، رجال ونساء، كبار وصغار. ماذا تقول لربك سبحانه وتعالى وأنت تعلم قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. تدبر قول الله تعالى: يا كل من شاركت في الانقلاب ويا كل من شاركت في الدماء، وباب التوبة مفتوح، فعودوا إلى الله سبحانه وتعالى مستجيبين لأمره إلا الذين تابوا وأصلحوا
وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن اليوم يسجل موقفا عظيما في تاريخ مصر، ليس في مصر وحدها، ولكن هذه التوابع التي ظهرت مؤخرا ولا زالت في بلادنا العربية من تبعية ظاهرة للكيان الصهيوني، من مشاركة واضحة لكل الدماء التي سالت في مصر، نبرأ إلى الله تعالى منها ونعوذ بالله تعالى من المشاركة فيها، ونحذر من قام بها ومن شارك فيها ومن مولها ودعمها أو وقف معهم أن عقاب الله منتظره يوم القيامة. إن عقاب الله عز وجل لن يتأخر أبدا، لن يتأخر أبدا، خاصة على تلك الدماء التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. إن الدماء هذه عظيمة، فكل من شارك فيها سيلقى الله عز وجل بوبالها. فباب التوبة مفتوح، وباب العودة مفتوح، وباب التوبة بشروطها، والشروط أن تكون معلنة كما أعلنت الدعم والخيانة. يجب عليك أن تعلن التوبة والندم والعودة إلى الله عز وجل حتى تلقى الله تعالى بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.